السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي. وحشتوني من آخر فيديو طبعا. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. تعالوا كده معانا فيديو جديد النهاردة بقى، جايبه لكم بأكلة يعني شعبية كده اقتصادية في ظل الغلا اللي احنا فيه ده. انت ممكن تعمليها بأبسط حاجة، هي البصارة. البصارة بسيطة وسهلة، من غير لحوم بقى ولا فراخ ولا حاجة. انت بس بتجيبي الفول المدشوش كده، وبتجيبي بصلة وبتجيبي خضرة وبتحطيهم على بعض. تعالوا بقى نشوف هنعملها بقى ازاي. صلوا كده على النبي، واللي بيحبني وربنا يفرح قلبه ويسعده، اللي يعمل لي اشتراك في القناة عشان اكبر بيكم اكتر، واللايك. معاكم قناة منوعات وصفات ام حنين وزياد. يلا بسرعة اعملوا اشتراك. بصي طبعا احنا بغسل انا طبعا الفول المدشوش، بتغسليه وتحطيه كده تنقعيه في ميه عشان ينزل يعني الرغوه بتاعته حلو قوي. وتنزليه في ميه كده، وتحطي الخضره بقى بتاعتك، بقى دي كزبره وبقدونس وحطيت بصلايه. بتسيبيها على النار تاخد وقتها كده لحد ما تلاقي الفول نفسه يعني بقى طري كده خلاص. ماشي، بصوا زي ما بوري لكم اهو، سبته كده على النار. وعملنا بقى ايه، بصوا البصل بقى وكله داب، بقت جميله. مين بيحب البصاره يا جماعه؟ قولوا لي في التعليقات كده، مين بيحب البصارات؟ قولوا لي المحلين، احنا عايشين في البصاره. انا عن نفسي بعشق البصاره، طعمها جميل جدا. طبعا لازم تسيبيها تبرد عشان تحطيها في الخلاط. ده الخلاط اهو، هنحط فيه البصاره، بس لما لازم تبرد الاول. الاكله دي عايزه اقول لكم يا حبايبي يا اخواتي، على قلبي كده بتنزل كده تسعدني كده. الله على جمالها. طبعا دي الاكله شعبيه الناس كلها عارفاها. في ظل الغلاء اللي احنا فيها ده، انت ممكن تعمليه احسن من اللحوم والفراخ والحاجات دي كلها. بصوا بقى بعد ما ضربتها في الخلاط بقت ازاي. بتسقطيها في نفس الحله اللي انت كنت عامله فيها البصاره الفول، ماشي. وبتعملي لها بقى الدقه بتاعتها زي دقه الملوخيه بالظبط. عارفين دقه الملوخيه؟ اللي هي توم وكزبره ناشفه وشويه ملح وفلفل، وتسقطيه عليها بس كده. تاخدي احلى شويه بصاره زي العسل. دي كانت غدوتنا النهارده كده. بحط بصوا بقى كمون وملح عشان ايه، تديها طعم، وفلفل اسمر، وتقلبيهم حلو قوي. بصوا لونها بصوا بذمتكم، انا عايزه بس يعني تقولوا لي كده في التعليقات ايه رايكم. بصوا لونها، بصوا جمالها. دي العشق دي بقى، بجد دي العشق. حطوا اللايكات يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا، وربي يفرحكم ويسعدكم. كل اللي هيشوف قناتي بالصدفه كده يدخل يعمل لي اشتراك يا حبايبي، عشان اكبر بيكم كلكم. زي ما قلت لكم بقى كده، تعالوا بقى نعملوا لها بقى توميه كده، تومه. الله الله، بسمنه، شويه سمنه وزيت كده. وبصوا لنا بقى البصاره تسيبيها على النار لحد ما هي بتتقل لوحديها. هتلاقوها تقلت، وتقومي صباها في الاطباق. انا ما عملتش جنبها حاجه اصلا، بالعيش كده جميله. الواحد زهق بقى من اللحمه والفراخ، يغير شويه كده. الله، بصوا بقى بحط بقى ملح. حطي الملح بقى بتاعك، حطي بقى الفلفل بس بعد التومه ما تاخد لون. تحطي الكزبره بتاعتك. الله الله الله، بصوا الجمال ازاي. واعذروني لو بتاخر عليكم يا حبايبي، بين الفيديو والفيديو بتبقى ظروف والله غصب عني، بس برجع لكم بفيديو كده حلو كده واكله جميله زي ما انتم متعودين من ام حنين. بصوا التومه بقى كنت محضره الكزبره اهي. تاخد التومه بس لون كده ذهبي، تقومي نازله عليها بالكزبره، نفس بالظبط يعني دقه الملوخيه. بصوا خدت لون ازاي اهي. حطي بقى التوم بتاعك وقلبيها كويس كده. طبعا انت الناحيه التانيه حاطه بقى الايه، البصره بتاعتك بعد ما ضربتيه في الخلاط حلو. البصره دي اسهل حاجه يا جماعه، فول مدشوش خضره بصله بس. بصوا اتقلت ازاي، بقت جميله. الله، واو واو واو، مش عايزه اقول لكم. بصوا كانت ريحه طالعه عامله ازاي. قلبيها بقى كده. كنت فاضل بقى اللي في الطاسه عشان ما تسيبيش حاجه، حرام. تحطوا كل اللي هيتفضل تحطوه برضو في الايه، على البصاره. الله الله، الريحه بتاعتها واصله لكم. قولوا لي كده لو واصله لكم، قولوا لي واصله لنا يا ام حنين.
الله على الجمال، الله ولا على الريحة. والله أكلنا زي ما تقولوا أحلى من اللحمة والفراخ. بصوا لما بتسيبوها، بصوا بتتقل ازاي، بصوا اتقلت معايا ازاي اهي. هنصبها كده في أطباق بقى كده. تعالوا شوفوا بقى، هنصبها كده في أطباق. واو بقى معاها عيش مفقع كده زي ما بيقولوا زمان كده. كنت جايبة العيش طازة والله من غير أي حاجة. في ناس بتحب تحمر لها بصلة على فكرة، بس أنا ما حمرتش، أنا سبتها سادة كده زي ما هي. بتجيبي البصل تقطعيه وتحمريه في زيت لحد ما يدي لون ذهبي، وتحطيها من فوق الوش على البصارة. في ناس يعني غاوية تاكل بصارة بالبصل ده، البصل المقلي، لا أنا بحبهوش. غريفي بقى كده طبق، عملوا لي طبقين كبار. يعني ده ربع كيلو فول مدشوش، عمل لي طبقين كبار. بس ده عبارة عن ربع كيلو بس. بصوا الجمال، والله طلعت زي العسل يا حبايبي، طلعت زي العسل. لو وصلتوا لهنا اوعوا تنسوا اللايكات على الفيديو. انا مش بلاقي لايكات كتيره والله يا جماعه، يعني بلاقي مشاهده واللايكات ربع المشاهده. طب ليه كده؟ عايزين نكبر كده يا جماعه ونوصل ان شاء الله بقى، انتوا هتكبرونا، هتكبرونا يعني. يلا شدوا حيلكم كده بقى معانا. زي ما بتعب في الفيديو بوريه لكم واشارككم معايا، لازم انتوا تفرحوني برضو بلايكات باشتراكات. يلا بسرعه. بص بقى جمال البصار، الله الله. وانا بصبها بقى كده كنا هنتغدى واكلنا احلى بصاره في الدنيا، جميله. على فكره الناس، في اغلب الناس بتعملها يعني مثلا كل فتره، كل اسبوعين. انا لما يعني بتوحشني كده وببقى عايزه اكلها بجيبها واعملها على طول. الله الله، بصوا يا جماعه، كنت انا بقى هنا بجيب الاطراف عشان بس نسويها كده. العين بتاكل قبل البق، صح ولا لا؟ الله الله على الجمال. بعد بقى ما اكلنا، الولاد عندي طلبوا بقى حاجه حلوه. قلت بقى عندي ايه، دقيق ولبن وزيت وسمنه، نعمل صينيه كيك كده حلوه حلينا بيها بعد البصاره. بس الكيكه بصوا تاكلوها بالهنا والشفا كده. بعد ما كنا البصاره حلينا بقى بصينيه الكيكه. ده كان غدانا بقى النهارده. بصوا البصاره الجميله دي بقى كده، حطوا اللايك. ايه رايكم؟ ايه رايكم في البصاره الجميله دي؟ ده كان غدانا كده النهارده. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل الكيكه ازاي. صينيه كيكه مش عايزه اقول لكم ولا اروع. الله، بصوا بقى. بتطلعي بقى كده بيضتين، كوبايه ونص سكر. بحط 3/4 زيت على سمنه، والبيكنج باودر والفانيليا. عندي كيك شيف وفانيليا. طبعا كده حطيت بقى كده بيضتين. وانا بقى نحله بقى عندي حنين وزيت طلبوا بقى حاجه حلوه. بصوا بقى حطيت بيضتين. دي هنا كوبايه ونص سكر، دي كوبايه واحط نص كوبايه. ماشي، دي اسهل طريقه كيك تطلع معاكي هشه وحلوه. ادي كوبايه وادي النص كمان اهو، كوبايه ونص سكر على بيضتين. ماشي، وتحطي بقى خل. دي الخل ده بيخليها، لازم الخل ده شويه خل بيخليها طريه وهشه وحلوه. كوبايه لبن. ماشي، خدوا بالكم المقادير علشان تطلع معاكي احلى كيكه. ماشي، وتحطي بقى ده يعني كوبايه الا ربع زيت على سمنه، على 3 معالق سمنه. حطينا كل المقادير ده. هنحط الفانيليا كمان. تحطي بقى كيس فانيليا كده اهو في الخلاط. انا بضربها في الخلاط، بتعمليها احلى كيكه والله. بعد ما اكلنا بقى البصاره كده، عايزين نحلوا، تقوموا عاملين بقى كده حاجه حلوه لعيالكم. الله، بصوا بقى هنا كان بقى هعمل ايه بقى. دي المقادير السهله اللي قلت لكم في الخلاط. نحط بقى المقادير الجافه، كوبايتين ونص دقيق. ولازم الدقيق تنخليه بالصفايه زي ما انا بعمل كده، علشان ما تكتلش معاكي. لو في كتل ما يطلعش معاكي في الكيكه. تمام. دي كيكه فانيليا عاديه خالص باللبن اهو. بصي بجيب كوبايتين، دي اول كوبايه دقيق نخلتها. ماشي، تنخليها هتطلع معاكي الكيكه يعني حلوه منفوشه كده وطريه، غير ما تحطي دقيق كده لوحده. دي بقى تاني كوبايه دقيق اهي. احنا قلنا كوبايتين ونص دقيق. ماشي، كوبايتين ونص دقيق اهي. عملنا الكوبايه التانيه نخلتها. ده النص كوبايه اللي فاضله بقى. طبعا انا بجيب كيك شيف. الكيك اللي بعمله بجيب فيه كيك شيف احلى بيكنج باودر. حطي بقى الكيس على النص كوبايه اللي فاضله، وانخلي بقى معاهم. يبقى كده المقادير الجافه كلها.
ماشي كده، قلبي بقى قلبيهم بقى، خلطيهم مع بعض. بصوا بقى التكايه بتاعتي اللي بعملها في الكيك بتاعي، اللي هتطلع معاكي كيك هش وجميل. الله. نشا. النشا، حطوا معلقتين نشا، خدوها مني وهتدعوا لي. هي بتطلع متماسكه، مش مفروله. لو من غير النشا هتطلع معاكي مفروله، لا، حطي النشا تطلع ماسكه نفسها وحلوه، وتديها لون بياض حلو قوي. انتوا هتشوفوا دلوقتي لونها طالع ازاي وعملتها ازاي. كده حطي بقى المعلقتين النشا كده على دقيق، كوبايتين ونص. وانتوا طبعا ضربه المقادير اهي، ضربتها في الخلاط اللي انا وريتها لكم، اللي كنا معاكم فيه وقلتها لكم في ايه المقادير. وحطيهم بقى على ايه، على دقيق كده. ويعني هاتيها اتجاه واحد، يعني قلبيها اتجاه واحد يا حبايبي، بلاش اتجاهين علشان ما تبص منك. ده بقى كان عندي جوز هند، حطي عكيك جوز هند هتطلع معاكي جميله. حطيت شويه جوز هند كده على الكيك. جوز الهند مع الكيك بيديها طعم احسن ما تكون ساده. جربوا بس تحطوا جوز الهند، انا بحبه في كل حاجه والله. الله الله على سنيك كيك بقى كده حلو. الله الله. مع طبعا بعد ما اتغدينا بالليل بقى مع كوبايتين شاي بلبن، تاخدوا احسن بقى كيك كده وانتوا قاعدين. الله، كانت طالعه جميله يا حبيبي. بصوا اضربوا على قد ما تقدروا كده، ما تخلوش دقيق من تحت، لا اضربيها رايح جاي. بصوا بوريكم ان في الاخر السمك بتاعها لا تقيله قوي ولا خفيفه، لا اهي بصوا ازاي بتطلع معاكم وسط. الخليط بتاعك لما تجيبيه بالسباتيولا كده وتلاقيها نازل معاكي كده، هتلاقيها طالعه معاكي مظبوطه. لما تلاقيها نازله معاكي كده خط مستقيم حلوه. بصوا ده السمك بتاعها يا حبايبي، ده على كوبايتين ونص دقيق. تمام، هتاخدي احلى صينيه كيكه. طبعا انا كنت مبطنه بقى صينيه، كانت صينيه كده حلوه، ادهني عليها زيت وشويه دقيق وكده، واربيها كده ودهنيها، وحطي الخليط بتاع الكيكه وحطيته اهو، واضربيها ضربتين ثلاثه كده عشان تسوي السطح كله معاكي، ما يطلعش حته عاليه وحته واطيه. وحطيها بقى، حطي الكيك في الفرن، انا حطيتها كده في الفرن اهي. اضربيها كويس. لازم تبطني القعر بالدقيق والزيت. طلعت. بصوا بقى معانا، بصوا جميله ازاي وطريه وهشه. عايزه اوريكم حلاوتها بس وانا بقطعها لكم اهي. قطعيها طبعا بقى كده حتت، هوريكم وانا بقطعها طراوتها قد ايه طريه. قطعي حتت كده. انا بصوا بقى زوقتها كمان بكده بصوص بقى، وبحط عليها بقى ايه، حاجه كده بقى من وحي فكري انا عملتها من وحي فكري انا. بحبها بصراحه، باكلها بكده يعني، لازم احط عليها كده عشان اعرف اكلها. بصي قطعيها بقى قطعه كده اهي، هتطلع معاكي وهوريها لكم طالعه طريه ازاي. او بصوا الجمال طالعه، بصوا ازاي. الله على كيك جميله، بوريكم طراوتها ازاي. قطعتها قطع اهي. بصوا من كتر طراوتها اتقطعت معايا، فرولت معايا واتقطعت سهله. بوريكم بقى الكيك هنا، الصينيه بوريها لكم يعني بيضه ازاي، لونها ابيض. وبصوا طالعه عاليه ازاي، الكيك عالي حلو اهي. بصوا طالعه عاليه كده وجميله وبيضه. انا بقطعها كده قطع، كنت بوريكم بقى ازاي. بصوا بوريها لكم ازاي هشه ازاي. انا عندي صوص فراوله كده بجيبه بخليه عندي في التلاجة، لما بعمل كيك بحط عليه صوص فراوله جميل قوي. بصوا الصينيه جميله ازاي. الله، جمال الكيك وحلاوتها. يلا قومي تشجعي انتي وهي كل اخواتي اللي معايا، وبيعملوا سنيك كيك حلوه زي كده. الله. بصوا بقى بجيب بقى انا صوص فراوله كده، بجيب المربى دي، انا طريقتي انا من فكري انا. بتدهني كده مربى وتحطي شويه جوز هند فوق المربى، مربى فراوله او اي نوع مربى، بس انا بفضل الفراوله بحبها. وتحطي بقى جوز الهند بتاعك كده على قطعه بقى الكيك، تلاقيها زي الجاتو، طعمها جميل جدا. وهنا بقى بحط صوص فراوله، شكلي زي ما انتي عايزه، تخليها كده ساده زي اللي انا حاطه كده قطعتين ساده. او بصوا كنت بوريلكم الصوص دوت، كنت جايباه من فتح الله. تخليها ساده، تحطي صوص فراوله، مربى عليها جوز هند من فوق الوش، تاكليها كده جميله مستطعمه جميله جدا. اهو بحط كده، حطي بقى الفراوله برضو بتاعتك. ايوه مربى فراوله كده، وعليها بقى شويه جوز هند، وزيني الكيك بتاعك زي ما انتي عايزه. طبعا انا عملتهم، كنت عامله كوبايه شاي بلبن. وبصوا مش عايزه اقول لكم بقى، الله الله على الجمال. واتفرجنا كده بقى على تمثيليه حلوه، وقعدنا كده بقى ايه مع كوبايه شاي بلبن. ايه رايكم في الكيك؟ الله.
اللي عايز بقى صوص فراوله، اللي عايز ساده، اللي عايز المربى بجوز الهند، زي ما انتوا عايزين، اختياراتكم بقى. حطوا اللايك واوعوا تنسوا اللايك، بقول لكم لو وصلتوا لحد هنا، واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوا القناه يا حبايبي. من نوعات ووصفات ام حنين وزياد، كل الاكلات والحلويات الحصريه هتلاقوها عندي وبس. اسعدوا قلبي وفرحوه واشتركوا في القناه يا حبايبي. بصوا بوريكم بالمعلقه، انا طبعا كلتها كده ما كنتش مستحمله بصراحه، كانت طالعه سخنه. يلا اشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.